السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد مصطفى شلبي وفضايح السمسارة تضرب الزمالك. ام رجب، الفيزا بتاعت امير واحمد فاضية ما فيهاش فلوس. قبل ما نخش على الحلقة يا ريت ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير، واذا كنت بتشوفنا لاول مرة لازم تشترك في القناة وتفعل جرس الكل عشان تشوف كل جديد. كلنا عرفنا ان موقع 24 يا جماعة سرب عقد مصطفى شلبي امبارح، والعقد طبعا بيبقى موجود في 4 اماكن: الاتحاد المصري، والنادي اللي جاي منه اللاعب اللي هو انبي، والزمالك، واللاعب. طبعا مستحيل نادي انبي الزملكاوي القلب والهوية بشهادة رئيسه يعمل الكلام ده ويزعل مرتضى، والاتحاد وليد العطار كذلك من رابع المستحيلات، وانتم عارفين ليه. واللاعب طبعا هيخاف من الحسد وحقد زمايله عليه. يفضل مين؟ يفضل الزمالك بحكم الخبرات السابقة وشهادة الزملكاوية نفسهم ان اللي بيحارب الزمالك هم الزملكاوية اللي جوه نادي الزمالك بنفسهم. وقبل ما نقول ايه المقصود من تسريب عقد مصطفى شلبي، هنقول الاول عقد مصطفى شلبي فيه ايه وما هي تفاصيله. اولا 23 مليون جنيه لنادي انبي كاش ماني، زائد ان هو 48 مليون جنيه مرتبه على 4 سنوات، يعني 12 مليون جنيه في الموسم. ولازم نعرف ان من ضمن صفقة مصطفى هو الاستغناء عن احمد عيد الباك اليمين. انبي خد احمد عيد الباك اليمين مجانا، يعني ال 23 حط عليهم احمد عيد يبقى تقريبا داخل في 30 مليون جنيه عقد مصطفى شلبي، و12 مليون جنيه في السنة اللي ما بياخدهمش قفشة ولا حسين الشحات اللي معاهم بطولات قارية حدث ولا حرج. ما بياخدش نصهم احمد عبد القادر اللي بعد كاس العالم للانديه كل اوروبا بتتكلم عنه، ما بياخدش نصهم. نيجي بقى للمقصود من تسريب العقد. ايه هو اللي سرب العقد ده من داخل نادي الزمالك؟ عايز يقول للجماهير او يؤكد قول الجماهير ان في عمولات وفي سمسره، ودي حاجه احنا لا نجزم بيها ولا نؤكدها وما نعرفش عنها حاجه، عشان دي حاجة في علم الغيب احنا ملناش دعوة بيها، لكن احنا بنقول المقصود ايه. بس في حاجة، اللي كان بيبهدل حسين لبيب عشان باع مصطفى محمد للنادي التركي ب6 مليون دولار وحاطط 15% نسبة بيع، يروح يبيع امام عاشور احسن لاعب عنده في النادي ب2 مليون و6 ومن غير بند اعادة البيع، وزعلان من اللي باع ب6 و15% نسبة اعادة بيع. واخر نكتة بقى حصلت امبارح في قناة البليلة، ان ام رجب بتقول لك ان الفيزا بتاعت احمد وامير فاضيه ما فيهاش فلوس. ليه؟ عشان صرفوا فلوسهم كلها على النادي وعلى اللعيبه. يا راجل اتقي الله، ده احمد وامير نفسهم ما يتجرؤوش انهم يضحكوا على الجمهور بالكلام اللهبل اللي انت بتقوله دوت. واحد في السن دي ويكذب الكذب ده، بتبص لنفسك ازاي يا كذاب؟ ودي نهايه الحلقه، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.